فضيحة حكم مباراة الأهلي وسيراميكا، فضيحة بجلاجل تحرم الأهلي من فوز مهم جدا في الدوري. ادي اللعبة اهي، وادي أحمد هاني وشايفين بيحدد له كده بالماوس على فكرة. حكم المباراة ايه الفجر ده؟ جابها له من الزاويه دي ايده كده، من الزاويه اللي ورا ايده كده، من الزاويه الاماميه، من كل الزوايا الكره واخده ايده مليون المية. ضربة جزاء 101%. احنا بنهزر. كنت رئيس لجنة الحكام. اتفضل يا كابتن توفيق. ركله جزاء صحيحه الحقيقه لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. انا بعتبره الحقيقه والقرار الاغرب والاسوأ في تاريخ التحكيم المصري. ضربة جزاء يشوفها الأعمى، بس الحكم يكون له رأي تاني، لأن حد من لجنة الحكام يراهن على الماتش في برنامج من إياه تتسبب في تعادل بطعم الخسارة للأهلي. ليه اتحاد الكورة مصمم يفسد علينا متعة الدوري بتعيين حكام مش قد المستوى، وكأن نتائج الماتش بتتحدد من قبلها؟ زهقنا من الأخطاء التحكيمية، عايزين حكام بجد بقى. الأهلي يبدأ الماتش ضغط على سيراميكا وتسديدة من المجتهد تريزيجيه وهجمات من إمام عاشور وزيزو، لكن الأهلي يفشل في تسجيل أهداف، ومن هجمة مرتدة ما عملش غيرها سيراميكا، وشوطة بره خط ال 18 يشوطها فخري لاقاي ويصدها شوبير اللي جوه الجون وتعدي الخط. توصل لفخر لقاي، تسديدة جامدة يا ولد يا لعيب، ويتقدم نادي سيراميكا 1-0. ايه شوبير حسدناك ولا ايه؟ وبعدها ارتباك في النادي الاهلي ويخرج من الشوط الاول خسران. الاهلي يدخل الشوط الثاني وعينه على نقط الماتش، كل ضاغط على سيراميكا اللي ركن جنب الجون، ويقرب الوقت من دقيقه 80 والاهلي مهزش الشبكه، لكن الاهلي يرجع للماتش تاني في الدقيقه 82 بركنيه يلمسها بن شرقي توصل لياسر ابراهيم علشان يشوطها وتدخل جون سيراميكا. يلعب على طول على الايمن قريب، تعدي خطيره، تسديده جول، ويتعادل الاهلي ويرجع الماتش تاني وتولع مدرجات الجمهور والجمهور يطالب بالمكسب، وسط ضغط الاهلي تلمس الكوره ايد مدافع سيراميكا، لكن الحكم ولا كانه شافها، تحس ان هو محمود عبد العزيز في الكتكيت. بس بعد ضغط الجمهور واللعيبه على الحكام ينده الفار على الحكم ويطلب منه انه يراجع الكرة تاني. وفي مشهد غريب جدا الحكم محمود وفا يرفض يحسب ضربة الجزاء ويحرم النادي الاهلي من فرصة فوز مهمة جدا. الاهلي يفرق 5 نقط عن الزمالك ويصعب موقفه قوي، خصوصا بعد فوز الزمالك التقيل على النادي المصري. الاهلي ما عندوش اي ماتشات غير في الدوري علشان يواجه نادي سموحة يوم السبت. احب اقول لجمهور الاهلي الاهلي اتظلم من التحكيم وكان ممكن يكسب الماتش، بس لازم نعترف ان في لعيبه ما بتلعبش، ومدرب مش عارف يرجع الاهلي لمستواه، واداره مهزوزه تطلع من مشكله تدخل في الثانيه. الفرق مع الزمالك واسع، ولكن الاهلي لسه قدامه ماتشين مع الزمالك وبيراميدز، ولازم اللعيبه تتعدل لهم كويس جدا. الاهلي نادي كبير ويقدر يعدي المرحله دي وانا واثقه فيه. ايه رأيكم؟ تفتكروا الاهلي هيحسم الدوري السنة دي ولا ده هيبقى الموسم الصفري للاهلي واللي ما حصلش من زمان؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات وتابعونا علشان يوصلكم كل جديد.